مسكت كل اللي معاه فري هيت. انا شخصيا بحقد عليكم، يعني انا اشعر بالغيره الشديده. فايه انا محضر لكم حته فري هيت. بصوا ال 15 لاعب كده ان شاء الله مع بعض هيجيبوا فوق ال 120 نقطه من غير كابتنه، تمام. والحلقه دي عايزه تعدي ال 50 لايك بقى، عايزه تعدي 50 لايك بقى، عشان كان في تخاذل جامد الحلقات اللي فاتت. فايه يعني شجعوني كده، عشان ايه انا قاعد عمال اظبطكم ومفيش حد بيظبطني خالص. اظبطوا لي لايكات، السبسكرايب، الشير لاصحابكم، ويلا بينا نبدا. مبدئيا الفري هيت مفيدة جدا للجولة دي، بس انت لو مثلا ما عندكش غير واحدة فري هيت متبقية لاخر الموسم، ومثلا انت فرقتك شبه كاملة، ممكن تجربها على اي جولة دبل 34 او 37. لكن لو انت ربنا يعني ميسرها لك والشيبس قد كده بقى، وايلد كارد وفري هيت وبنش بوست وبتاع، انا شايف ان ده افضل وقت ليها. خاصة عادي انا عارف ان في ناس هتدخل ب8 9 10 لعيبة، انا عارف ده. بس انا بتكلم في النقطة بتاعت انك فري هيت انت ممكن تعمل فرقة عظمة، والفرقة اللي انا مجهزها لك دي فعلا ان شاء الله هتجيب نقط كتير جدا ان شاء الله. يعني ان شاء الله انا واثق، يعني واثق في اختياراتي، انا واثق ان انا دايما مش بخزوقكم، يعني نادرا لما بديكم خازوق. بس كل شخص بقى بالنحس بتاعه زي ما حصل مع ايزي واوليسي كده. فنبدأ كده التشكيل. واخيرا اخيرا قبل ما اقول التشكيل ده، مشجعين ليفربول هيحبوني قوي اخيرا الحلقه دي. عشان ايه؟ ما انا كنت محروق. انا دلوقتي بقى مش هبقى محروق. بس الفكره ان انا قلتها لكم ان انا يعني انا مع اللي بيجيب نقط، انا ماليش دعوه بقى بتشجيع الفرقه او ان انا بكره فرقه. انا بختار اللعيبه على حسب ان انا حاسس مثلا شايف ان الفرقه دي او اللعيبه دي هتجيب نقط ولا لا. فانا النهارده هختار لعيبه من ليفربول، ولاعيبه هختار براحتي كمان. وممكن كمان اغير كلامي عن الكلام اللي انا كنت بقوله الحلقات اللي فاتت، لسبب ان دي حلقه فري هيت بتبقى جوله واحده، تقدر تخبط شويه ريسكات حلوه كده مع بعض. نبدا بحراسه المرمى، وافضل حارس مرمى بالنسبه لي السنه دي مع رايا هو اليسون. اليسون تصديات للصبح، خد منه تصديات للصبح، ما عدا ماتش ليدز يعني تقريبا صد كورتين او كده، بس هو كل الماتشات تصديات، يطلع كلين على طول، يدخل يعني يقدر يدخل لك في البونص. حارس رائع جدا. ماتش على ارضه مفيش اسهل من كده قدام نوتنجهام فورست. ماتش مضمون الكلين شيت، مضمون ضمان كامل. فانا بالنسبه لي الحارس هو اليسون. حارس احتياطي ليه احنا كده كده مش هنحتاجه، بس تمام هنحطه، اللي هو جونستون. ده هيلعب مكان جوايتا في الماتش بتاع كريستال بالاس، تمام تمام. ندخل على خط الدفاع. مينجز كده كده ده حبيب قلبي، ده حبيب قلبي اللي دوبنا، هو ده اسمه، هي دي الرنة. فمينجز يعني مقضيها كلين الحمد لله، ويا رب يستمر على الكلين بتاعه ده. الماتش بتاعه كويس مش وحش، يقدر ان هو يطلع فيه كلين. المدافع التاني معايا جويهي. بما اننا كده كده مش هنلعب بجون ستون، فاحنا ممكن نلعب بجويهي. الماتش بتاعه سهل برضو ان هو ممكن يقدر يطلع كلين. وشفت اخر ماتش كريستال بدأت تظبط، وحتى قبل الماتش الاخير الدفاع بتاعهم بدأ يظبط. الفرقة عموما بدأت انها تنتعش مع المدرب الجديد. انا مش عارف الراجل ده اصلا، مع انه عجوز وخرفان، وحتى كان لعبه على طول دفاعي. ما اعرفش الفرقه يعني من ساعه ما مسك فرقه بتكسب ولعب هجومي وبيطلعوا كلين. ده انا مستغرب من كريستال بالاس بجد يعني. المدافع الثالث انا حاطط قدامكم في الصوره وايت، بس انا بعد ما بدات تصوير الحلقه انا غيرت بعض القناعات، وعشان كده انا ببقى عايزك تسمع الكلام مش مجرد تشوف الصوره وخلاص وتطبقها. انا حاطط المدافع التالت وايت. هو يقدر ان هو يطلع كلين شيت، بس انا افضل ان انا اجيب 3 مهاجمين من ارسنال في الماتش ده. ساوثهامبتون املط من مالطا. ما انت بص ارسنال لو ما كسبش سكور الماتش ده، لا هم بصوا بقى يروحوا بقى يلعبوا في الدرجه الثانيه بقى. ماتش على ارضك قدام اضعف فرقه في الدوري، قدام فرقه بتدخل فيها جوان في كل الماتشات، قدام فرقه مالط من كل النواحي. ما فيش احسن من كده، ما فيش اسهل من كده يا اسطى. يابا مفيش اسهل من كده. إيه انت لو عايز تحط وايت تمام، انا شايف ان شاء الله في كلين، بس انا شايف الافضل نجيب زوما مدافع ويست هام، وممكن يطلعوا كلين احتمال، مش احتمال مش اكيد برضو، بس تمام. وانت عندك عايز نلعب ب3 مهاجمين من ارسنال. الرابع معايا ارنولد ترينت الكسندر او الاسكندر ارنولد او اذرونولد المهم يعني. هو سيبك من الاسيستات اللي هو بيعملها،
بص انا لما هعمل حلقه النصايح انا هنصح بمدافع من ليفربول، بس مش هنصح بارنولد. بس انت كفري هيت ممكن يبقى معاك واحده، لكن غير كده انا ما زلت لا اثق بدفاع ليفربول بربع جنيه. وبص اهو يعني قدام ليدز، ليدز كانت قمه المالت، كانوا ممكن يجيبوا في الماتش ده غير الجون اللي جابوه كان ممكن يجيبوا جونين ثلاثه. فانا افضل كوناتي في اللي هو في النصايح، في الحلقه النصايح العاديه. كوناتي كواحد رخيص ما جابش الكلين، ها مش هنزعل، جاب الكلين خير وبركه. كان ارنولد فري هيت جوله ومش هنشوف وش امه تاني، فهات ارنولد. وكمان الدنيا هتبقى حلوه. نوتنجهام فورست وحلوه دبل دفاع من ليفربول في ماتش زي ده. انا مش براهن على دفاع ليفربول على قد ما براهن على ضعف هجوم نوتنجهام فورست. الخامس معايا تريبيه العره اللي ما بيطلعش كلين شيت اخر فتره. الخمسه اللي في الوسط ساكا العره ومارتينيلي، الاتنين هلعب بيهم. تمام تمام. انا واثق ان شاء الله ان ساكا ممكن يفوق من الغيبوبه اللي هو دخل فيها دي. مارتينيلي اختيار فوق الممتاز، وهو افضل لاعب في ارسنال اخر كام ماتش اساسا. تالت واحد معايا صلاح، لازم يكون معاك. لو انت بتعمل فري هيت لازم 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 تجيبه. لو انت بتعمل تبديلات عاديه اوعى تجيب صلاح دلوقتي. انت ما انت اصلا لما هتجيبه انك هتمشي كين، اللي هو كين اللي هيلعب اصلا في الجوله دي عشان تجيب صلاح وتعمل سالب. لا بقى يعني ما تمشيش واحد هيلعب عشان تجيب صلاح بالسالب. ممكن تعملها في الوقت الدبل مثلا، في جولة الدبل ممكن تعمل الحركة دي، لكن ما تعملهاش دلوقتي. الا لو معاك بقى فلوس، بقى معاك 7 مليون في البنك وتخرج واحد وتدخل صلاح مكانه. رابع واحد معايا وده برضو تغييره، بعد ما يعني ما بدأت تصوير الحلقة غيرت بعض القناعات. وهو الرابع معايا ماديسون. انا ماديسون احتمال يعمل حاجة، ليستر فرقة عرة، هو نفسه مستواه بقى زي الزفت. بس يعني هو اختيار منطقي. لو انت بتعمل تبديلات عادية يعني ممكن تعمله عادي، بس انا شايف الافضل في الحتة دي. وعشان انا عايز كمان لاعب رخيص لسبب، هيكون ايزي او اوليسي. وانا زي ما قلت لك ان كريستال بالاس كده كده الماتشات الجايه كلها حلوه، وهما الاتنين شغالين. يعني اوليسي انا زي ما قلت لك في حلقه الصياح، اوليسي جاب جون واتلغى وضيع كرة في العارضة، ايزي جاب جونين. فالاتنين يعتبروا شبه بعض، وكان سهل ان ده يجيب اتنين وده يجيب اتنين. فواحد من الاتنين. انا ممكن اميل سنة الايزي، بس تمام ايزي او اوليسي مكان ماديسون. او لو عايز تلعب بماديسون عادي. الخامس معايا اندرياس بيريرا. عارف ان فولهام عرة بس الماتش سهل قوي، بيلعبوا في ليدز. ليدز حرفيا دفاعهم عارف اللي هو حاطين كده حته عارف شيتوسوهايا كده جوه ما بين البابين، هو ده الدفاع بتاعهم. دفاع يعني عارف اللي هو الباسورد بتاع الواي فاي بتاع ليدز لما بتدخل مكان نادي ليدز بيبقى 1 2 3 4 5، يعني هو ده باسورد الواي فاي بتاعهم. خط الهجوم بتاعي واتكنز كده كده ومش محتاجه كلام. هاري كين كده كده ومش محتاجه كلام. تالت مهاجم معايا في الصورة زي ما انتم شايفين انا حاطط سولانكي. بس بعد ما غيرت الكلام، سولانكي يقدر على فكرة يعمل حاجة، بس انا بعد ما غيرت الكلام انا شايف خيسوس. خيسوس اختيار ممتاز جدا جدا جدا. انا برضو بختاره ليه فري هيت مش للنصائح العادية، لان خيسوس زي ما قلت لكم على طول هو من النوع اللي هيتبدل، من النوع اللي هيطلع بدري حتى لو عامل شغل حلو. فانا مش مع خيسوس في العموم، بس كفري هيت وخطفة واحدة تمام انا معاها. فانا يعني الناس اللي تابعت معايا الحلقة كده من البداية، ان انا مغير عن الصورة زوما مكان وايت، ومغير ايزي او اوليسي مكان ماديسون، وخيسوس مكان سولانكي. وان شاء الله اراهنكم ال 15 لاعب كده مع بعض اللي انا قلتهم دلوقتي ببقي دول هيجيبوا 120 نقطة من غير كابتن ان شاء الله. هيظبطوكوا ظبطه جامده قوي. بس انتوا كمان اظبطوني 50 لايك يا شباب، واكتر واكتر واكتر. عايزين القناه تكبر شويه كده يا جماعه قبل ما الموسم يخلص. القناه في تدحضر تام يعني، فاظبطوني اللايكات الكتير يا شباب. وحلقه النصائح ممكن تنزل بكره ان شاء الله. اشوفكم على خير.